ماذا يحصل سيدي؟ حتى طلبتونا اجتماع في نص الليل. دني الصبح يا حمار، بعدين تعليمات جاي من القائد. هل تقصد قائد بشار؟ ليش خرا من ايمت صار قائد يا حمار؟ حسنا سيدي، من تقصد؟ شو صاير بابا حتى جبتونا بنص الليل؟ لك تلحظ الدنيا نهار، بعدين في استماع ولازم تكون موجود. ماذا يحدث؟ انا لهلا مثل الحمار مو فهمان شيء. هناك رسالة لكم يا عائلة الجحش. قبري غال وقبري عزيز وقبري شامخ، وفوق هيك شخوا عليه وما عرفتوا تحفظوه يا عصاب، ولك تلحسوا طي. كنت متأكد بعد ما اندفس أنا رح يجي يوم ويشخوا فيه على قبري، ومنيح أخي رفعت مات بغير بلاد، لأن لو مات هون كان كمان شخوا على قبره. بس أنا قبل ما اندفس كنت عامل خطة وعرفان إنه حيسقط الحكي، فلهيك جهزت واحد من بعدي. احترامي سيادة الفارس المناضل الشهيد الفطيس باسل الأسد. باسل الأسد سيكون القائد بعد هذا اليوم. نريد خططا عبقرية لنرجع نستولي على السلطة. سيدي لدي خطة عبقرية جدا. وأنا كمان أخي عندي خطة حلوة إن شاء الله بتزبط وجاهزة للتنفيذ. جاهزة للتنفيذ؟ إيه بدك تلحس الطيب؟ إيه ما حدا فضحنا غير أنت وياه بالتسريبات، أنت ولونه هداك الحمار هو الإسرائيلي مفكوا شي قصة كبيرة. كلوا خرا. أخي أنت شكلك نسيان إنه الشعب بحبني وغلوني، نحن أهلك نحن شعبك، على الحلوة عمرها ذنبك، وغنولي كمان مثل الشمس زبينك عالي، وإذا ما بتسلموني الحكم وحلعب بخالي. لا لهون وبس بابا، يعني أنت أول شي استلمت وخلص مش الحال، لازم تسلموا أجدب مثلي. حسنا تفضل يا سهيل الحسن، سمعنا خطتك العبقرية. سيدي يجب أن نعمل انقلاب عسكري على سلطة دمشق، يعني هكذا. طلع شلون يا رب. ما لك عودت الحسطيت السماك نمر. شو هذا الحمار؟ نخلص من حمار بيجينا حمار تاني. هات لنشوف خطتك سيادة المخلوع. وبوقفوا لإلكن، أنا ما عندي خطة غير لأرقص. هوتا هوتا. سوف أرجع إلى القبر، الله ما بلاني غير بعيلة جدبان.